السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بك يا طيب الأصلي شرف الدار. يا سلام شرب لك غرفتي الماء رشفة هنية. بالنسبة للقرار الأخير حق منع القات في الشوارع وأصحاب السيارات طبعا القرار هو ما يجيش من حاجة فاضية. الذي بيخزنوا الذي يذبل في الشارع والذي كذا والذي عزكم الله يشخ قبل السيارة والذي يشخ لا صحة. أتي لكم موقف معي حصل معي يا أصحاب. أنا والله من وقع أشهد الله. أنا خاطي بالسيارة تمام وين بصير دب الشواخ وبكلف خاطي نقول يوه نعد على سلام فوقي مش معقول أشهد لله. خاطي بالسيارة قابلت قلبت على الصباع لا فوقي شخ قسما بالله اني لا سكت السيارة قضى يو بعدين شم شكلت دبه قد لا اسبوع. والله يخضيت البيت ولدت حرقه للبيت يا ونزلت فوق السيارة كذا وطلعت للحمام كذا تغسلت مع اللبس والله شم بعدين السيارة وقع شمها ساعة خرت دم ما غضك صنه كنت افعل صرت غسلت 7 مرات احدام بالتراب حق الكلب. احنا مع القدر واحنا مخزنين. يا اخي السهل الاول اللي قلنا كان يخزنوا منيحين من بعد الظهر وجاء عصر قام صلى وذبل وقام يشتقى. هنا شوف ما ترد على الرسائل العفو منكم والله يصبركم صبركم. عاد باقي حق الختال. شوف حق الختال هذا انه 3 خيرات. هنا يجي واحد يذبل وهذاك يذبل وتغلط في الختال وتجي تاكل حق صاحبك مشان داري وعاد باقي اخص من هذا كله. اما يجي واحد قدو ساعة ما تقول حاصر ويصير يشخ في جدر به جدر حق الجهل افتح العصام العنزي تخطأ اقسم بالله شم يا لطيف. الجامع الشهداء الحاجة الثانية. طيب من الذي بيشخ لعرض الجدار؟ الذي بيخزنوا عشي للمه لانه ما بيدخلش الجامع. اشهد لله ما يدخلوا جامع. يعني سايرت واحد صاحب باص وبعدين هذا كلام بين يقول لي يا اخي وقف لي انزل اصلي وانزل اصلي وهو مخزن قسما بالله. سمعته ارجع له عنده اقول له ارجع ادخل صلي ماشي مخزن. وبعدين لما قدوا مغرب ولا عشاء بس دبه وفعلا دبه. حصل موقف ثاني احد زملائي ابنه لقيه دبه في الشارع. السلام عليكم. الله سلام حياك الله يا بطل ويلكم. سمعتوا؟ سمعت لكم القصة هذا الذي والله العظيم ان واحد من عيال اصحابي ايضا شرب دب ملمسقه. والله العظيم ما اكذب قسما بالله. ايوه كان جزء منكم ماله بعده بيلعب في لعبه تكتك هذه حقت تكتك. ايوه تب اصبروا دقيقه اصبروا قرا كلام واقع. المعذر منكم اذا ما رديت اسمعوا الاخبار الحلوه. ايوه ها بعده بيشكل هني يبزق ويشكل لا صحه. ايوه والماء هنا والصحه هنا. الصحه هنا والماء هنا جنب هو عشان مخزن عندي. اي غلط هو ما يبدي لا حاجه انا دع مصر. بس انت بهل يا مسقوط طفى الشقار وشرب يعني ما جاي يشبه. باقي اصحاب المشمعات الذي يزقم البرتقال يفعل هلا معانا مضاد طيران. اسمعوا هلا معانا خبر لهم ثاني ما يسبرش يا اخي عيب. تخزن ويدك مخزن وتبز البرتقال ولا داخل بعدين تبز المدفل. اقسم بالله انه جاء عندي واحد مش هو انت والله ما هو انت. صلي على النبي.
والله انه جاء بزق واكتفت وانا بعد يو اكتفت. وبعدين ما يقول البزي امسك قال ما اقدرش. خلونا نضحك لا حد يزعل. سمعت؟ ما حد يزعل احنا وغرب نضحك المخزنين لا يطوني. قد يا يوسف عيب ما نقول لهم ما فيش حاجه اسمها عيب. يعني انا بدي اقول لكم ارتقي كذا تخزن تصير زعمنته منظم مرتب حالي. وجاء مغرب بعد تلقات ولا قد ذيك العشي معك عمل ورقدت بدري وقمت بدري وطلبت الله ما بنقولش يعني يبطل القات شوي شوي. انا غير من اذكر صاحبي ابني اقسم بالله ما فعل هذا صاحبي الذي بيبزق لا البحق ابو قرون في علبه جنبي هكذا ادي لكم الخطه على اساس بيقدر يبزق لاني هذا الفتحه صغيره يبزق جنبي في علبه بزق وذيك ابن عاد سنتين او 3 سنين اقسم بالله انه شرب ابو بسرغر الذي الله يستر. الله يا عم يوسف ابن صاحبي يجي خبوه بالجسم. بقول يسر. والله واحد. يا جماعة الخير خلونا نضحك. لا حد يخطئ. غير خلونا نضحك. واحد من عندنا. ايوه. كادو محاصر. كادو حاصر. فوق 900. فوق احنا جماعة. ايوه. كادو فوق الجسر. ايوه. أيوة. يعني ما عضت هاي. أيوة. خلينا غير أمد ما بدأ. خذينا. وخذيتوا. ولا اعترف قالوا احسها. عاد باقي اسمع احنا كلنا يعني خزنا وكذا وما بش حاجة. باقي يخزن هكذا ويدخل يذبل في البلد حق الحمام اسماك. يا اخي قد به مغسله ما بش مغسله معك الهاضاك ما نقول شو اسمه. طيب ليش تفعل النشرة هذا؟ والله اني ادخل سمك. ليش؟ اقول لك لأن بس هناك عطل الله نيجي. والله اني تعب. طيب ما هي الاضرار؟ اسمعوني ما هي الاضرار الذي بنعاني منها احنا المخزنين؟ اعتبروني مخزن. انا كنت اجلس مع ناس والله ما يشربنا يشرب غير شويه. ليش ما بتشربش ماء؟ والبيبس جنبه. البيبس طبعا يفعل حصوات في الكلى. في النصيحه للمخزنين اهرب من البيبس اول شيء. ثاني شيء اهرب من مشروبات طاقه للمل لان في السكر زياده. ما ترى شاب عمرها والله عندهم 35 سنه قسما بالله وقد فيهم سكر. ويقول لك انا ما بيناكلش حلويات انت تشرب هذا المشروب الطاقه. اصحاب المشروب الطاقه يقولوا ذي جاي يقطع رزقنا. ما يصلحش مخزن يشرب مشروب يندع الاول ويندع الثاني ولا يسكب الله دبه ويسكب فوق امه على سبيل عدل ولا معتب بالثلج ويسكب مشروب الطاقه اللي داخل. الحاجه الاهم من هذا كله يشرب حليب بعد ما يبعد القات والحليب ما هو كلسيوم يساعد على الحصوات. ما ترى لو في حصوه. طيب الاضرار الثانيه ما هي؟ اسالني يقول لي ما هي يا يوسف؟ اسنانك يعتبر انه عاد عمرك 40 سنه. طيب الذي بيخزن في جاه اسنان بيعتبر انها انا عادي. لكن هذه بشكاين بيفلع الكل. طيب يا اخي خلي لك هذا الشك احتياط ساعات تاير الاحتياط يوقف سياري. سمعت. وهذا قال اسمع نقرا التعليقات. هذا الاخ ايمن محمد قال والله يا يوسف ان صاحبي كان مخزن في شكاين واشترق وطرش لا وسط علاقيه القاته وقام غسل منه ورجع يخزن. اسمع هذاك الله يحفظك يا ايمن محمد. هذا خالد عسكر الجحشري الله يحفظك ابو وثيق. معنا عمر خالد هذا اللي يذبل من الطاقه. هذا قال هذا الذي يذبل من الطاقه حق بيتهم وفي بيتهم حمام. في بيتهم حمام عفوا ويذبل من الطاقه. اسمع اقسم بالله يا اخي حرام اقسم بالله اني مر بسرد واحد بزق لا بلطه جيت يوم ثاني شبعتها ما قدرتش يا اخي البزق اصلي. هذا الشرك. لا اقسم بالله اني جيت كيف بتفعل في المعده؟ اخس ما قلنا انام. طيب الحمامات معظمها تبصروها ساعة الخبق. مسكينات النسوان والله اني يرحمهن تشي تنظف المدفل وتشي تنظف الحمام. يا اخي ارجع به اخي نخزن باداب ونحترم نفسنا عادي. معك مغسله معك ذا يا اخي ما فيش حاجه. المخزن الراية احسن من المخزن الجغص. هذا على الهجري قال حياك يا اخي يوسف كلام سليم. الحين انت كم تخزن يوميا؟ والله اني قد لي من السنه والله الحمد لله.
وان شاء الله والله ما ارجع له، وعهد لله ما ارجع له ابدا ابدا ابدا. والله لو التوليه لقيت فوق الذهب، واذا رجعت قول له ما اشتريته. مع ذلك ليش ما تكمل قصه الحبشي اليوم؟ وعد عادل دومه على المعمري، والله لو يصدر قرب من الصلاه كلهم يرحبوا به، بالرغم انهم قطاعين صلاه من دون قرار، وقرار من علاقات من فوائد شخصيه. يعني يقول لك ادي لك حاجه صحيحه. كنت اعرف ناس من بيت المصلي قلدني الله ما يضربوا ركعه. كنا اقول لهم انتم بيت المصلي ما بنغلطش على بيت المصلي، انا اعرف بيت المصلي جزء. صح كلامك صراحه مش حاضر الذي يذل الطاقه. هذا قد قريناها الاول. اسمع يا اخي يوسف، ايش حصل لك لما تكسرت؟ حادث الحمد لله، جلست عناه 5 اشهر. قول له سطاع يبطل بالشقين. منو سطاع؟ ما ادري. ها سطاع منو سطاع؟ بحانا واحد اسمه سطاع ما ابش. ما ابش. ارحب يا شيخ يوسف. ابو عمار كيف حالك؟ الحمد لله. الحج النزيه احمد عوض مراد بحلس بيقول لي يا زمار شكرا جزيلا. محمد منصور بالناس تبول من الطاقه. هذا قلب الناس تقول من الطاقة حق المقال. تقول صدق. أسألكم بالله اسمعوني، أذي بيجوا خلاص حاخو بيتوضأ، هل هذا يجوز؟ والله لا يجوز. أعلى مراتب الإسلام مش الإيمان، لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو ما جاي يشخ عرض السور أنا بين تضر، حرام أقسم بالله إنه حرام. الذي بيقول لا صحة والله انه حرام. يجي جاهل يشرف بعدين شكلها ساعة الشعير. انا الذي القلابه ذي قرح على الصحة الله فوي، والله اني ما عاد قدرت اتحرك يا اخي والشم. انا كنت بسرة توائر حق القلاب ابو 2، القلاب ابو 2 توائر، يعني قرحها كلها. باع يوه نقول وجست اسوق السيارة هكذا اقسم بالله للبيت. وصلت غسلت انا وارجع اشم السيارة يا عيبه، ما رضيت اسوقها خليتها البزي اطلع اسوقها لها. المغسله غسلنا الكراسي، وكل ما كنت اسوق اذكر هذاك الماء واشم الكرسي واقول بالصنه، يعني العقل كان يعني يبرمج. حياكم الله اهلا وسهلا وشكرا لكم. دحين نحكي لكم الجزء الرابع ماشي بعدين. الله يدي لك العافيه. اهلا وسهلا بالاخ مصعب خالد جميل. عاد 2 بدل القات صلاة المغرب غلطوا بالخذلات، هذا صح يا شيخ. انت قطعت القات الحمد لله قناعه، والله اني قناعه، والله انهم بيجوا مزارعني التوليقات. قلت لهم ماشي ادي لكم موضوع مهم في موضوع القات. طيب تجار والله انهم بيخزنوا في اليوم ب50,000 في اليوم، اعرفهم انا. وتجار والله انهم بيخزنوا في اليوم ب100,000 او انا كذا في اليوم. وقسما بالله ان بالناس من اقاربه بيموتوا جوع، وقسما بالله الناس من جيرانه بيموتوا جوع. هذا الموضوع الاول. الموضوع الثاني اقسم بالله اني اعرف ناس فقير ويخزن ويحرم جهاله من الاكل والفاكهه، يقول لك انا فقير. طيب بتخزن وتخلي جهالك غير شيء، هو يصبر؟ ما يصبرش يا اخي، تجي جهالك فاكهه وتجي لهم وخزن، ما يصلحش. اين احنا من الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والتجار يقول لك ما دخلك. اقسم بالله اني مر بين الشركات من فروه وجنبي واحد تاجر قوه، اسمعوا القصه والله ما كذب. انا جيت عند المقوته ذي جنبي شليت 3000 وهو بيشتري ب30,000. ابصرني يوسف العيني ركسن تشتري ب3000 وانا بعد بالقوت وهربت. قال المقوت حقي، قال قسما بالله ان هذا مع الركسن ومعومه، وانا قطرت وهذاك المقوت لحق بعدي. اهلا وسهلا. البيض بسروا لما تعلموا الجيل الصغير الانتاج. هذا بيض السماء بسروه، معي مزرعه فيها بيض سماء، معي دجاج بلدي، معي عقاب. البيض من الصبح بيض من الجبع. ليش ما نفعل كلنا ثروه حيواني في الجبع؟ كل واحد بيزلق معزه للفقراء. هذا الهيئه العامه للزكاه تشتري معزه معزود توزع المساكين. امه دجاج ومعاه ديك و4 دجاج. اليوم القرى ما عبش فيها صوت ديك ولا بالدجاج ما عبش. هؤلاء بيض السمان سرقه في جاي، هؤلاء علاج طبعا. الطير السمان طعمه من اطيب الطعم، مذكر في القران المن والسلوى. طير السلوى هو السمان. ها مسك يا بطل يا هنا يا هنا.
شكرا جزيلا يا أعزائي الكرام، ولنا لقاء تمام، والمعذرة منكم إذا ما ردنا أحد. هذا قال بيشتري واحد 5,000 ويمشي من جنب صاحب عربية فواكه. هذا تعليق قوي. قال اشتري 5,000 ويمشي من عند صاحب عربية بكمل كيلو الموز يقول له ب 400، يقول له سارق. اسمعني أدي لكم ملاحظة، لو ما تختار من جنب صاحب عربية يقول لك التفاح ب 500، لو تدي له 1000 أنت معجور. والله إن مرة اديت الواحد مليس فوق حسابه، واخي قال لي ليش تزيد له؟ قلت تخيل لما يضيل عند مرته جهل ما يقول قضى الله حاجه ذاك يا يوسف، هي انت داري يا مره افعل لنا لحم وفعل مالك يا رجال ذيك يوسف العيني زيد لنا كم باجر في هذا. انا مجرب ابي الله يرحمك كان يحمر يا جور، والله ان كان ابي يضوي من عند البخيل ويقول الله يسامحه، واقول له يا ابن مالك يقول الله يسامحه، والله ان كان يحمر يا جور لو ما يتفلع عين يديه كنت ابسره، واقول والله لقري كنت استحي لان ابي بيتعب ويضوي مره. واحد زيد لها الشقة قال يا والله ان الاسره حقنا كامل دعينا له. اخي ما يقع تشتري كيلو موز ب 400 زيد ل 100، تشتري كيلو تفاح ب 500 زيد ل 500 وانت قادر، صح ولا لا؟ ما قلت ب 10,000 وتوصل عند 400 تقول له غالي ما يصير. شكرا لكم اخوتي الاعزاء، والمعذر اذا طولنا عليكم، لكم منا